كانت سارة امرأة قوية ومتفائلة تعيش مع زوجها أحمد حياة هادئة مليئة بالحب والاستقرار. لكن الحياة لا تخلو من الابتلاءات، وذات يوم شعرت سارة بآلام غريبة وإرهاق متكرر دفعها لزيارة الطبيب، وبعد سلسلة من الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة بأنها مصابة بسرطان الثدي. انهارت في البداية، لكنها تماسكت وقررت أن تواجه المرض بشجاعة. كانت تتوقع أن يكون أحمد سندها في هذه المعركة الصعبة. في البداية أظهر أحمد دعمه لها، لكنه مع مرور الوقت بدأ ينسحب تدريجياً، وأصبح يقضي أوقاتاً طويلة خارج المنزل ويتجنب الحديث عن مرضها. كانت سارة تشعر بتغيره، لكنها كانت تبرر ذلك بضغط المسؤوليات أو الخوف الذي قد يسيطر عليه. لكن الصدمة الكبرى جاءت ذات مساء حين عاد أحمد إلى المنزل وأخبرها ببرود أنه لا يستطيع تحمل الوضع ويريد أن يعيش حياته بعيداً عن تلك المسؤوليات. حزم حقائبه ورحل، تاركاً سارة وحدها تواجه المرض. شعرت سارة بمرارة الخيانة والألم، لكنها لم تستسلم. قررت أن تكمل معركتها وحدها، مستندة إلى دعم عائلتها وصديقاتها اللواتي وقفن بجانبها في أصعب اللحظات. بدأت رحلة العلاج الكيماوي والجراحة، وكانت تواجه كل يوم بشجاعة وإصرار. وخلال تلك الفترة تعرفت على مجموعة دعم من النساء اللواتي خضن تجارب مشابهة، وجدت فيهن الإلهام والقوة التي احتاجتها. بعد سنوات من الكفاح انتصرت سارة وتعافت من السرطان. لم تكن فقط ناجية، بل أصبحت رمزاً للقوة والإرادة، وبدأت العمل على توعية النساء بأهمية الكشف المبكر ومساعدتهن على مواجهة هذا المرض بكل ثبات. أما أحمد فقد عاش وحيداً غارقاً في ندمه على تخليه عنها. أدرك متأخراً أن المواقف الصعبة ليست سبباً للهروب، بل فرصة لإثبات الحب الحقيقي. حاول العودة إليها لكنها رفضت. اختارت أن تكمل حياتها بدونه، لأنها تعلمت أن من يخذلها في أسوأ ظروفها لا يستحق أن يكون جزءاً من أفضل أيامها. ختام القصة. أخي سون أختي، إن كنت من عشاق القصص الواقعية والهادفة، علق بكلمة تم ليصلك كل جديد ومفيد. تحياتي لكم، قناة قصص وحكايات.